لصحتك، سلسله فيديوهات كده بداتها مع 2023 عشان نتعلم ازاي نهتم بصحتنا، وبمقوله كده اسال مجرب ولا تسال طبيب. كتير بيبقى بنسال اطباء وبنبقى محتاجين احيانا حد عاش الطريق نفسه عشان يقدر يشاركنا استراتيجيات كده من ارض الواقع. فبالهدف دوت عملت سلسله 5 لصحتك، كل مره بنزل فيديو بشارك فيه معلومه او حاجه انا عشتها عشان تفرق معايا في الاهتمام بصحتي. بما اني من اول ما تميت سن ال 40 لغايه دلوقتي انا في 47، وعدتني ان صحتي تكون اهم اولويه عندي من ال 40 لل 50، املا ان انا خلال ال 10 سنين دولت يعني كاني اجي عند سن ال 50 لو في العمر بقيه واقول انا صحتي دلوقتي احسن مما كنت في ال 40. فاشتغلت على حاجات مختلفه كتير، شاركت منها كتير في فيديوهات قبل كده وبشارك معاكم لسه فيديوهات. الفيديوهات كلها موجوده على قناتي على اليوتيوب، عشان اللي فاتوا فيديوهات قبل كده يقدر يلاقيها بسهوله، والسلسله على اليوتيوب بعنوان 5 لصحتك. هشارك كده اللينك للسلسله تحت التعليق بتاع الفيديو عشان يكون عندكم سهوله اكتر ان انتوا توصلوا للسلسله. طيب الفيديو النهارده هقول على 5 حاجات نهتم بيهم ونركز عليهم لما يحصل تغيير في الفصول. احنا حاصل ايه؟ حاصل ان احنا بنتعامل احيانا مع صحتنا من غير ما ننتبه ان في تغيير في الفصول. لما بيجي تغيير في الفصل بحتاج انتبه لحاجات معينه عشان اتعامل مع صحتي بطريقه مناسبه للفصل اللي انا فيه. فالمثال ان احنا كنا في شتاء، الفيديو دوت انا بسجله مع كأن احنا بنتحول الى الصيف. ممكن طبعا بعض الناس تقول ان ده ربيع، بس احنا بقينا ما بين شتاء وما بين صيف في مصر. طيب فباجي اقول كده ايه مع تغيير الفصول؟ محتاج انتبه ل5 حاجات. حاجه منهم هي الميه اللي انا بشربها. وانا بشرب في الشتاء غير وانا بشرب في الصيف. ليه؟ لان انا الصيف هو كأن مع درجه الحراره مع درجه الرطوبه جسمي ممكن بيعرق اكتر او بيطلع ميه اكتر، فبحتاج اشرب ميه اكتر. فمحتاج ان انا انتبه لكميه الميه اللي انا بشربها. فانا كان مثلا الطبيب بتاعي عشان انا عندي مثلا حاجه في الكلى، فكان بيقول لي ان انت في الشتاء تشربي 3 لتر، في الصيف انت تشربي 4 أو 5 لتر. طيب لما بزود الميه دي كده بالشكل ده ممكن بيحصل لي ان انا ضغطي بيوطى، فبحتاج ان انا اعادل الميه وازود عليها حاجه اسمها الكترولايتس. يعني ايه؟ يعني ازود عليها معلقه عسل مع ممكن نص ليمونه مع شعره ملح، عشان الميه التركيبه دي تعوض المعادن اللي جسمي بيفقدها من كتر شرب الميه. فلما يجي تغيير فصول محتاج ان انا اشوف الكم المناسب من الميه اللي مناسب للفصل اللي انا فيه عشان جسمي ما يتعبش. فدي اول حاجه. تاني حاجه من الحاجات هي نوعيه الاكل اللي انا باكلها. ففي كده شويه قواعد بسيطه كده، ان منها ان ممكن يبقى جسمي محتاج على حسب درجه حراره الجو محتاج درجه حراره الاكل. فممكن يبقى جسمي مثلا في الصيف محتاج ياكل اكل ساقع. زي ايه مثلا؟ انا بلاقي نفسي ان انا في الصيف انا محتاجه مثلا اكل سلطه اكتر. ممكن في الشتاء جسمي بيبقى محتاج ياكل اكل سخن، فبيحتاج ايه؟ ياكل شوربه. فهتلاقي كده ان احنا ممكن يبقى نوعيه الاكل اللي احنا بناكله نفسها كانها درجه سقوعيه الاكل مع او حراره الاكل مع الفصل نفسه اللي احنا فيه. حاجه ثانيه كمان في الاكل بقى نوعيه الاكل نفسه. فهلاقي نفسي ان انا الاحسن ان احنا ناكل الحاجه في الموسم بتاعها. يعني لما يجي احنا في فصل الصيف عندنا مثلا بطيخ بيطلع، البطيخ هو مثلا فاكهه مليانه ميه، فهي اصلا بتملانا وبتعوض في جسمنا حاجات معينه مع الميه اللي احنا محتاجينها في فصل الصيف. نفس الحكايه ابتدي اشوف الفاكهه اللي بتطلع في الشتاء وهي ديت اللي انا اكلها في الشتاء، لان ربنا سبحانه وتعالى بعلمه وبحكمته بيطلع الفاكهه والخضار في اوقات معينه تناسب الفصل اللي احنا فيه. فيبقى تاني حاجه الميه، اول حاجه الميه، تاني حاجه التغذيه. تالت حاجه مهمه جدا هي عدد ساعات النوم. والاقي نفسنا كده ان احنا عاده جسمنا بيحتاج نوم اكتر لما بنكون في فصل الشتاء. فما اجيش بقى انا في فصل الصيف واقول لنفسي انا هفضل انام نفس عدد الساعات، انا بنام في الشتاء 8 فانا هنام في الصيف 8. لا، جسمي محتاج عدد ساعات متناسبه مع المناخ نفسه. فاراقب نفسي كده واشوف ايه عدد الساعات اللي انا بنامه في فصل الصيف اللي بيخليني اقوم في حاله نشاط. فلو انا لقيت نفسي ان انا لما بنام 8 بقوم في حاله كسل او وخم، بنام 7 بقوم في حاله نشاط اكتر، او بنام 6 بقوم في حاله نشاط اكتر، فكاني ابتدي اواكب كمان عدد الساعات. ما اجيش بقى في الشتاء واقول اصل انا بنام في الصيف 6 فانا هنام في الشتاء 6. لا، هو انا محتاج ان انا اوازن واغير، اعمل التغيير الصح عشان الموسم ده. فاحنا اتكلمنا في اول حاجه الميه، تاني حاجه الاكل، تالت حاجه النوم، رابع حاجه الرياضه. وابتدي اقول كده جسمي ممكن قادر يعمل رياضه معينه، نوع رياضه معينه في فصل الصيف، ممكن ما هياش نفس الرياضه ديت العبها في فصل الشتاء والعكس. فممكن انا اكون بقدر ان انا اعمل مثلا رياضه الجري في فصل الشتاء، بس ممكن يبقى في فصل الصيف انا محتاجه ان انا اغير نوع الرياضه لان الرياضه ديت مش مناسبه للفصل او لدرجه الجو. او ممكن ابقى انا عايزه في الشتاء عايزه اعمل رياضات مثلا فرديه، وعايزه في الصيف اعمل رياضات جماعيه عشان اقدر تشحنني اكتر مع الناس.
او مثلا في الشتاء انا عايزه اعمل الرياضه جوه في مكان مقفول لاني ببرد، او في الصيف انا مبسوط ان انا في المكان بره، او العكس. فمحتاج ان انا كاني افكر في نوع الرياضه ومكان الرياضه. خامس حاجه بقى التوقيت، وديت مفتاح بقى مهم جدا. التوقيت اللي انا بعمل فيه الحاجات في العادي بعملها في فصل الشتاء في وقت، ممكن اكون محتاج ان انا اعملها في فصل الصيف في وقت تاني. فاحيانا الناس بتيجي تقول اصل انا اتغيرت، انا ما بقتش نشيط زي الاول. لا، انت محتاج تحترم وتستوعب اختلاف الفصول. ففي وقت معين مثلا انا ممكن في الشتاء اكون بلعب مثلا، بمشي النص ساعه اللي انا بمشيها مثلا بعد الغداء، بمشيها في وقت معين في الشتاء، ده بالنسبه لي مثلا الساعه 5 6 ده مناسب جدا. في فصل الصيف ممكن يكون من 5 6 ده حر بالنسبه لي، فانا محتاجه اتحرك بيها للساعه 8 9 يكون الجو طراوه اكتر. فخلينا نبقى اذكياء في التعامل مع صحتنا، ولا ان احنا نهملها خالص، ولا ان احنا نضغط عليها، ان احنا نوازن ونركز في الخمس حاجات دولت مع التغيير. لما بيجي تغيير في فصل من فصول السنه، احنا كمان نغير الخمس حاجات دولت عشان توازن او تواكب التغيير ونهتم بصحتنا: الميه، الاكل، الرياضه، النوم، والتوقيت. اشوفكم على خير. 5 لصحتك كل مره مع جديد، وازاي نهتم بصحتنا، واسال مجرب واسال طبيب.